بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا سيدي، الإنسان الضعيف ممكن يبقى وحش مفترس، اديله انت الفرصة. الإنسان الضعيف أوقات كتير بيحقد على اللي حواليه، ولو يئس من وضعه وجاب آخره بيبقى قصاده حاجتين: يا إما ينتحر أو يبقى سفاح. ودي قصة الفنانة مازنة إسماعيل، أو زي ما اتعرفت في ماليزيا بمنى فندي، واللي اتحولت من مغنية وراقصة باليه لساحرة وسفاحة. منى فندي عملت واحدة من أشهر الجرائم في ماليزيا، زي ما تقول كده قضية رأي عام. منى قتلت مزلان إدريس سنة 1993، وده كان عضو مجلس الدولة في الحزب الحاكم. منى وجوزها ومساعدها قطعوا جسمه ل 18 حتة. جوزها محمد فندي ومساعدها جريم حسين، وده كان جزء من الطقوس السحرية. في أواخر الثمانينات ظهرت منى فندي، مغنية ماليزية محلية. بداياتها كانت ناجحة وكانت مشتاقة للشهرة. عملت ألبوم بعنوان ديانا، ألبومها نجح وبدأت تظهر في البرامج التلفزيونية، لكن الدنيا نامت تاني والناس نسيتها، وهي ما عملتش حاجة عليها العين بعد كده. وفي يوم مازنة إسماعيل تقابل محمد فندي، واحد من رجال الأعمال اللي كان معجب بيها وبصوتها، ويقرر محمد فندي انه يتبناها فنيا. محمد فندي اتجوز مازنة إسماعيل وكمان انتج لها شريط غنائي، ويغير اسمها من مازنة إسماعيل لمنى فندي. الالبوم محققش النجاح المطلوب منه، ويستمر فشل منى فندي بعد اكتر من محاولة. منى تسيب الغنى وتقرر انها تتعلم السحر الاسود، كانت عايزة تحقق احلامها باي طريقة. جوزها محمد فندي كان متعلم السحر في اندونيسيا. منى اشتغلت في السحر وده خلاها غنية وبقى عندها عربيات وقصور. منى فندي ما كانش عندها اي قوة جبارة، هي بس كانت بتقدر تأثر على الضحايا بتوعها، وده خلاها تفتح عيادة روحانية وتتشهر على حسها بعد كده. وبقى يجيلها زوار من كل حتة، اللي عايز مال واللي عايز سلطة. ووصل اسمها للشخصيات السياسية المعروفة، ومن ضمنهم واحد اسمه مزلان إدريس، عضو مجلس الدولة في الوقت ده، واللي كان حاجة عالية، والمفروض انه كان وش القفص في ماليزيا، لكنه كان مؤمن بقدرات منى في مساعدته على تحقيق حلمه. مزلان كان طمعان انه يحكم ماليزيا، واللي كانت تحت حكم رئيس الوزراء مهاتير محمد في الوقت ده، يوليو سنة 1993. مزلان يتواصل مع منى فندي. منى فندي واللي معاها ينصبوا العدة للسياسي المشهور. منى تدي المزلان تعويذة سحرية، ومعاها قصب وطاقية للرئيس الاندونيسي السابق سوكارنو. منى وهمت مزلان ان محدش هيقدر عليه، وطلبت منه 2 مليون رنجة ماليزي. مزلان دفع 500 ألف، والباقي كان شوية أراضي، ويتحدد الميعاد اللي هتتعمل فيه الطقوس السحرية. المكان قصر منى فندي وجوزها. مزلان ينام على أرض البيت متغطي بالزهور ومغمض عينيه، مستني إنه يمتلك السلطة اللي هتغير حياته، أو إن الفلوس تنزل عليه من السماء. لكن مفيش ولا فلوس ولا سلطة. في فاس ينزل عليه يقطعه 18 حتة، وبعد ما يتقطع مزلان، منى واللي معاها ياكلوا لحمه، طقوس قربان شيطانيه. وبعد كده يدفنوه في بيت كروي تبع منى فندي، قريه تبعد 130 كيلو متر عن العاصمه. يتقتل السياسي وتتنفذ الجريمه، وبعدها كل واحد يعيش حياته بشكل عادي. منى عملت عمليات تجميل كتيره، وكمان اشترت عربيه مرسيدس موديل السنه، وبدات تفكر انها تغني مره تانية. كل ده والدولة بتدور على مزلان إدريس، محدش عارف مكانه ولا عارف هو راح فين. مزلان إدريس ما كانش شخصية عادية، ولكنه ما كانش معرف حد بقصته مع منى فندي. ما كانش عايز اسمه يرتبط باسمها، ويتم التبليغ عنه انه في عداد المفقودين. بعد الحادثة بشهر الشرطة تلاقي الجثة، وتبتدي الشرطة تربط خيوط القضية. منى فندي واللي معاها صرفوا فلوس كتيرة، وده كان متزامن مع نفس الفترة اللي اختفى فيها مزلان إدريس. ويتم اتهام منى وجوزها والمساعد بتاعها، ويتقدموا للمحكمة مع تغطية إعلامية كبيرة، أكبر ضجة إعلامية في تاريخ ماليزيا. التلاتة اعترفوا بالجريمة بتاعتهم، وسنة 1995 يصدر عليهم الحكم بالإعدام. وخلال السنتين يقدموا أكتر من استئناف على القضية، ويتأجل حكم الإعدام أكتر من مرة، لحد سنة 1999 منى تطلب حكم بالعفو من الإعدام، لكن المحكمة ترفض وتأيد الحكم، وتفشل أي محاولة من نجاة منى واللي معاها من حبل المشنقة. وبعد المحاكمة يسألها القاضي: عايزة حاجة تانية؟ منى تقول له: أنا مبسوطة وبشكر الشعب الماليزي. وكانت بتتصور وهي بتضحك ومبتسمة. وخلال المحاكمات منى تصرفاتها كانت غريبة، ابتساماتها كانت مخيفة، كأنها كانت مبسوطة بالشهرة، حتى لو الشهرة دي جت عن طريق الجريمة. منى كانت فاكرة نفسها على سجادة الأوسكار، مبسوطة وبتضحك وبتشاور لكاميرات الصحافة. وقت تنفيذ الحكم كانت هادية ومبتسمة، وكانت بتقول جملة واحدة: أكون تكن ماتي، لن أرحل وسأعود مرة أخرى. يتنفذ حكم الإعدام سنة 2001.
ومنى وقتها كان عندها 45 سنة. قصر منى فندي لسه موجود لحد دلوقتي. السلطة في ماليزيا قلبته مزار سياحي للمهتمين بالظواهر الغريبة، واللي عدد منهم قال ان سمعها بتغني في القصر وكان صوتها حزين ومخيف، غير انهم قالوا انهم كانوا بيشوفوا انعكاس صورتها في مرايات القصر. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.